صباح الخير. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة هيكون ازاي تعملي تاتو بحاجات موجودة عندك في البيت وسهلة. ولو الفكرة جاتلك فجأة عايزة تحطي وانتي قاعدة كده تاتو، سهل قوي. والتاتو العربي نازل موضة جدا، بس مش موجود بسهولة. يعني الستيكرز اللي بتلزق دي مش موجودة بسهولة. انا يعني تقريبا ما شفتهاش، يعني شفتها على النت بس. آه، المهم هو في كذا طريقة. هنحتاج ل اقلام، قلم كحل، ايلاينر، اي لون تحبيه، مش لازم اسود، يعني ممكن اي لون. او ايلاينر اللي هو الووتر بروف ضد المية، ده بيكون ثابت 24 ساعة كده كده يعني. و باودر، تكون بودرة تلج، او دي بودرة بتاعة الجسم اللي هي المعطرة دي، او لوس باودر. مزيل عرق اي نوع، برايمر، آم، مانيكير شفاف، وفرشة. هبتدي بأول طريقة باستخدام برايمر. هاخد حاجة بسيطة من البرايمر، حتة صغيرة قوي، وهبتدي احطها على المكان اللي هعمل فيه تاتو. هفرده كويس وهستنى يعني لحظات كده بسيطة انه ينشف، او يعني الجلد يتشرب كويس البرايمر. وبعدين هجيب قلم كحل بني وهبتدي ارسم، او انا هكتب، نجرب اكتب بما انه بالعربي، اكتب اسمي اسهل حاجة. آم، كده. اوكي. وبعدين هحط من اللوس باودر دي، هي هايلايتر شوية، هي فيها لمعة. هاخد كمية منها وهحطها بطريقة الطبطبة كده، وهسيبها يعني لحظة بس كده. وبعدين بالفرشة هنضف كل الباودر اللي انا حطيتها دي كده. وبكده بكون عملت تاتو باسمي بالعربي. ثابت، ما بيطلعش بسهولة حتى لو جه عليه مية. مية بس مش يعني تحركيه كده، هيتمسح. لكن لو جيت انتي بتغسلي ايدك جات عليه مية عادي، ما بيطلعش. طيب افرضي انتي مش عندك برايمر، هنعمل احنا حاجة زي المثبت كده، يبقى زي ما هي الوصفة انا جايباها من على النت. هي مثبت ميك اب. انا ما لقيتش ازازة مناسبة الحقيقة، فلقيت دي عندي فاضية، فغسلتها كويس وعقمتها وعملت فيها الوصفة دي. الوصفة دي مثبت للميك اب. يعني ينفع تستخدميها للميك اب عموما. عبارة عن معلقة صغيرة جليسرين. الجليسرين مفيد جدا وموجود في الصيدليات وسعره رخيص ب3 جنيه ونص. تقدري يبقى عندك لانه استخداماته كتير ومفيد قوي للبشرة، وخصوصا بقى في الشتاء. فده عبارة عن معلقة جليسرين ومعلقتين مية معدنية ومعلقة مية ورد. مية معدنية او المية الطبية بتاعت الصيدلية. لو مش عندك مية، يعني عايزة تشتري اللي هي بأكيس كده صغير ب50 قرش تقريبا، موجود في الصيدليات، او مية معدنية. تخلطيهم كويس مع بعض. وبعد لما بتكتبي التاتو او ترسميه يعني، وتحطي الباودر، هترشي رشة بسيطة من من المثبت اللي انت عاملاه في البيت
بس هتسيبيه ينشف بقى لغايه لما ينشف خالص، يعني هو بيبقى ميه، فلازم ده ينشف خالص. ما تحطيش ايدك عليه ولا يجي الهدوم عليه ولا اي حاجه لحد لما ينشف خالص. ثابت، بيقعد اليوم كله. انا ما جربتش ان انا اقعده لتاني يوم، جربته يوم 24 ساعه بس. ثابت جدا، ودي اكتر طريقه ثابته ويعني انا كانت عجباني اكتر يعني. تاني طريقه باستخدام مزيل العرق. هنيجي عند الحته دي مثلا هعمل فيها، برضو يعني بحط كمية بسيطة قوي من مزيل العرق، وهستنى شوية يبقى رطب مش ينشف، يعني يبقى رطب شوية. فممكن هجيب قلم كحل مثلا، وهبتدي اعمل قلب مثلا كده. معلش انا مش شاطرة قوي في الرسم، يعني حاجات بسيطة كده اللي بعرف اعملها. اقدر بقى اخد بودرة التلج وبحط كمية كويسة منها، كتير شوية، وبعدين ببتدي اطبطب عليها كده، مش بمسح، طريقة الطبطبة بالراحة خالص كده. وبعدين برضو بالفرشة بشيل الباودر اللي انا عملتها دي. طبعا الاحسن تسيبيها شوية، يعني زودي شوية عن الوقت اللي انا عاملاه ده، لكن ثابتة ما بيطلعش، بيقعد وقت كتير جدا، برضو اليوم كله تقريبا. تالت طريقة ناخد مثلا اللون البيربل ده، هعمل مثلا، بما اني مش شاطرة في الرسم هرسم حاجة من تخصصي الموسيقى. ده اسمه مفتاح سول، من باب العلم بالشيء يعني. بعدين هحط برضو الباودر، كمية برضو كويسة، وبرضو نفس الحكاية هطبطب كده. وبعدين بالفرشة هنضف الباودر، وبعدين المانيكير الشفاف همشي على الرسمة اللي انا عملتها كده، بيديها بقى لمعة جميلة، وطبعا ثابت جدا، ميطلعش بقى بالمية ولا اي حاجة، وبيبقى بيخليه المانيكير شفاف، بيخليه يلمع كمان زيادة. هتستني بقى ده عليه لما ينشف كده. ده اللي بالبرايمر، ودي اللي بمزيل العرق، ودي اللي بالمانيكير شفاف. دي كانت طرق بسيطة ان تعملي تاتو سهل وسريع في البيت. ده كان فيديو النهاردة، وطرق ازالته سهلة قوي، بأي وايبس تقدري تشيليه. مزيل ميك اب طبعا، لو مش عندك كل الحاجات دي، زيت جونسون وقطنة وبتمسحي، بيطلع بسهولة جدا. علشان ما تغسليش بالمية هتقعدي تحتاجي تعمليه كتير قوي علشان يطلع، فاسهل حاجة تشيليه بحاجة تبقى ناعمة على الجلد، يا اما وايبس مزيل ميك اب او زيت الاطفال اللي هو بتاع جونسون. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهي فكرة بسيطة وسهلة. واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ومتنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد اول باول، واعملوا شير للفيديو مع صحباتكم علشان هما كمان يتفرجوا معاكم ويتابعوا. وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.